الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في وقت سابق بعد ظهر اليوم بزيارة لسمو ولي عهد بريطانيا في مقر إقامته في قصر الضيافة. ورافق نائب خادم الحرمين الشريفين في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ومعالي وزير الصحة الأستاذ فيصل الحجيلان الوزير المرافق. وحضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد بريطانيا والسفير البريطاني لدى المملكة. كما قام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في قصر سموه بعد ظهر اليوم حفل غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز. وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الأشغال العامة والإسكان، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير ميغرن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، كما حضره الوفد المرافق لسمو ولي عهد بريطانيا. وكان سمو ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز قد قام صباح اليوم بزيارة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية، وكان في استقبال سموه عند وصوله إلى مركز القيادة والسيطرة في القاعدة صاحب السمو الملكي العميد طيار ركن التركي بن ناصر بن عبد العزيز قائد القاعدة وكبار الضباط، حيث قام سموه بجولة في المركز. وفي نهاية الجولة قدم صاحب السمو الملكي العميد طيار ركن تركي بن ناصر بن عبد العزيز هدية لسمو ولي عهد المملكة المتحدة بهذه المناسبة. بعد ذلك قام سمو الأمير تشارلز بزيارة لأحد أسراب القوات الجوية البريطانية المرابطة في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الشرقية، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن إحدى الطائرات وعن قدراتها ومهامها. كما التقى سموه منسوبي القوات البريطانية في القاعدة. وكان سمو ولي عهد بريطانيا قد قام بعد ظهر اليوم بزيارة لمقر قيادة القوات البريطانية ومقر قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني في الرياض،
كما تفقد سموه مركز العمليات الجوية التابع للقوات المتعددة الجنسيات. وقد غادر الرياض بعد عصر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز بعد زيارة للمملكة استغرقت يومين. وكان في وداعه في المطار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فيصل الحجيلان، الوزير المرافق وسفير المملكة لدى بريطانيا الأستاذ ناصر المنقور، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطبيشي، وسفير بريطانيا لدى المملكة السيد ألان جوردن مونرو، وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين.